أهم مباريات الجولة الثانية من كأس العرب. طبعا الجزء الثاني أول مباراة معانا ما بين المنتخب السعودي ومنتخب جزر القمر. منتخب السعودية فوز على منتخب جزر القمر 3-1. محمد كانو بيسجل هدفين، سالم الدوسري بيسجل هدف، اسيستين وهدف بالنسبة لسالم الدوسري. رسميا السعودية لربع نهائي كأس العرب. وثاني مباراة معانا ما بين منتخب الأردن ومنتخب الكويت. منتخب الأردن يفوز على منتخب الكويت 3-1. بدأ كويس جدا. رسميا برضو الأردن لربع نهائي كأس العرب، وعالمي جدا متصدر بست نقاط الأردن. وثالث مباراة معانا ما بين منتخب مصر ومنتخب الإمارات. منتخب مصر يتعادل مع منتخب الإمارات 1-1. طبعا مباراة سيئة جدا لمنتخب مصر. منتخب مصر سيء جدا في البطولة دي لغاية دلوقتي، لكن بيسجل لمنتخب مصر التعادل في الدقيقة 84، ألا هو مروان حمدي من أسيست من كريم العراقي. مروان حمدي سجل بالراس، حاجة عالمية جدا. لكن طبعا منتخب مصر شكله مش افضل حاجه، سيء. ميدو جابر كان سجل هدف لكن اتلغى بداية الاوفسايد في الدقيقه 95. وبالمناسبه المباراه القادمه لمنتخب مصر الا وهي طبعا الاردن صعبه جدا. متصدر لربع نهائي، خلاص تاهل الاردن، ومباراه تكون صعبه على منتخب مصر. كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراه الاردن.